الأهلي مش مجرد نادي كرة في مصر أو أفريقيا. الأهلي بقى حالة خاصة، كيان بيجمع ملايين الجماهير واللي بيتابعوه مش بس في مصر، لكن في الوطن العربي كله وأفريقيا كمان. أي خبر يخص الأهلي بيبقى ترند فوراً، خصوصاً لما يتعلق بموضوع المدير الفني، لأن الجمهور متعود يشوف فريقه على القمة دايماً، وبالتالي أي تغيير في الجهاز الفني بيبقى محط أنظار الكل. الفترة الأخيرة وبعد رحيل الإسباني خوسيه بيرو من تدريب الأهلي بسبب سوء الأداء والنتائج، كل الناس بقت مركزة. مين هيجي؟ الأسماء اللي طلعت في الإعلام كان فيها نجوم كبار جدا على المستوى التدريبي: سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو السابق، روجير شميت مدرب بنفيكا، وماركو روز مدرب لايبزيج. الجماهير فرحت وقالت أهو الأهلي رايح يجيب مدرب عالمي من الصف الأول. لكن الفرحة دي ما طولتش، لأن الأخبار نزلت إن التلاتة رفضوا تدريب الأهلي وخرجوا من الحسابات. ليه التلاتة رفضوا؟ موقع اليوم السابع وضح إن كونسيساو وشميت وروز عندهم قناعة واضحة جدا: هم مش عايزين يشتغلوا بره أوروبا دلوقتي. الموضوع مش موضوع فلوس، بدليل إنهم رفضوا قبل كده عروض خليجية ضخمة وصلت ل 12 مليون دولار في السنة، ومع ذلك فضلوا يفضلوا في أوروبا. كونسيساو مثلا مدرب معروف إنه شخصية قوية جدا، عمل بصمة مع بورتو، وبيعتبر نفسه لسه عنده فرصة يشتغل في أندية أوروبية أكبر. نزوله لأفريقيا دلوقتي بالنسبة له هيبان خطوة لتحت. روجير شميت عنده أسلوب هجومي حلو جدا، وبنفيكا معاه عامل شغل كبير، وارتبط اسمه مؤخرا بأندية في ألمانيا وإنجلترا. فليه يسيب ده كله ويجي الأهلي؟ ماركو روز لسه ماشي بخطوات ثابتة مع لايبزيج، وبيشارك في دوري أبطال أوروبا، وده حلم أي مدرب. طبيعي مش هيجازف ويجي أفريقيا. ليه المدربين الكبار بيرفضوا الخروج من أوروبا؟ السبب الأساسي يرجع لعدة عوامل: المستوى الفني العالي، أوروبا فيها أقوى بطولات العالم، المدرب اللي بيشتغل هناك بيبقى دايما تحت الميكروسكوب، ولو نجح هناك ممكن يتفتح له أبواب أكبر. التجهيزات والاحترافية، في أوروبا كل حاجة متوفرة: ملاعب، تكنولوجيا، أنظمة تحليل، استقرار إداري. المدرب هناك عارف إن عنده كل الأدوات اللي تساعده ينجح. الفرص المستقبلية، المدرب اللي ينجح في البرتغال أو ألمانيا ممكن بعدها يلاقي نفسه في الدوري الإنجليزي أو الأسباني، لكن لو راح أفريقيا أو الخليج فرصته في القفزة دي ممكن تقل. الضغط الجمهوري والإعلامي، زي الأهلي مثلا، أي تعادل بيتشاف على إنه كارثة. الضغط رهيب، والمدرب لازم يبقى عنده جلد وصبر مش طبيعي. المدرب الأوروبي ممكن يشوف الضغط ده على إنه مخاطرة لمستقبله. الأهلي والجماهير، الطموح مقابل الواقع. جماهير الأهلي شايفة إن ناديها لازم يجيب أحسن مدرب موجود. إحنا نادي القرن في أفريقيا، نجيب أي حد. لكن الواقع غير كده شوية، مش كل مدرب كبير هيسيب أوروبا ويجي أهلي، وده مش عيب في الأهلي، لكن ده واقع السوق العالمي. الجمهور زعل جدا لما عرف إن كونسيساو وشميت وروز رفضوا، لأن الأسماء دي كانت تقيلة جدا. لكن لازم نفكر بواقعية: الأهلي يقدر يجيب مدرب كويس جدا حتى لو مش من الصف الأول، المهم يكون فاهم أفريقيا والبطولات القارية. الأهلي والمدربين الأجانب، تاريخ طويل. لو رجعنا وافتكرنا، الأهلي دايما اتعود يجيب مدربين أجانب، وفي أسماء عملت تاريخ. مانويل جوزيه يمكن أعظم مدرب مر على الأهلي، عمل طفرة كبيرة جدا في بداية الألفينات، وخلى الأهلي يوصل للعالمية، ومعاه الفريق كسب كل البطولات تقريبا. جاريدو مدرب إسباني جه فترة قصيرة، كسب كونفدرالية بس مشي بعدها. كارتيرون عمل بداية كويسة لكن ما كملش. لاسارتي برضه ما قدرش يتأقلم. بيتسو موسيماني مدرب جنوب أفريقي، نجح جدا مع الأهلي وكسب دوري أبطال أفريقيا مرتين. القايمة دي بتقول حاجة واضحة: مش شرط تجيب مدرب عالمي من الصف الأول علشان تنجح، المهم تجيب مدرب فاهم طبيعة الأهلي وأفريقيا. مقارنة مع مدربين جم الخليج أو أفريقيا، في مدربين عالميين جربوا ييجوا المنطقة دي والنتائج كانت مختلفة. رامون دياز مدرب أرجنتيني معروف، جه الهلال السعودي ونجح بشكل كبير. لوران بلانك مدرب فرنسا سابق، اشتغل في قطر مع الريان لكن ما عملش نجاحات كبيرة. هيرفي رينار مدرب فرنساوي، اشتغل في أفريقيا ومع المغرب والسعودية، عمل إنجازات كبيرة جدا. ده يوضح إن الموضوع مش اسم بس،
لكن كمان هل المدرب قادر يتأقلم مع البيئة دي ولا لأ؟ الإعلام والجماهير وتأثيرهم. في مصر عموماً والأهلي خصوصاً، الإعلام بيلعب دور ضخم جداً. كل مدير فني بيجي بيتعرض لضغط غير عادي، كل ماتش بيتحلل، كل غلطة بتتضخم. الجماهير عايزة تكسب دايماً. مدرب أوروبي ممكن يشوف الضغط ده ويقول أنا مستغني، خصوصاً لو عنده فرصة يكمل في أوروبا من غير صداع. آراء النقاد. كتير من النقاد شايفين إن الأهلي مش محتاج يدور على اسم كبير جداً، لكن يدور على مدرب مناسب. زي ما واحد قال، أنت مش محتاج تشتري أغلى عربية في السوق، أنت محتاج عربية تمشيك صح وتنجز. في رأي تاني بيقول الأهلي لازم يدفع أكتر علشان يجيب مدرب عالمي، لأن ده هيرفع من قيمة النادي كلها. لكن المشكلة حتى لو دفعت، المدرب ممكن يرفض زي ما حصل مع كونسيساو وشميت ووز. خطة الأهلي للخروج من الأزمة. واضح إن إدارة الأهلي دلوقتي بتركز على أسماء تانية. ممكن مدرب برتغالي أو إسباني أقل شهرة، ممكن مدرب عنده خبرة في أفريقيا، أو مدرب أجنبي صغير في السن شايف إن الأهلي فرصة ينطلق منها. المهم إن الإدارة تتعلم من أخطاء الماضي، ما تستعجلش في التعاقد، تختار مدرب عنده شخصية قوية يقدر يتعامل مع النجوم، يكون فاهم طبيعة البطولات الأفريقية. الخلاصة: قصة رفض كونسيساو وشميت وروز تدريب الأهلي بتأكد قد إيه صعب دلوقتي تجيب مدرب عالمي من الصف الأول لأفريقيا. الموضوع مش بس فلوس، الموضوع مسيرة وتخطيط وأهداف شخصية للمدرب. الأهلي محتاج يوازن بين الطموح والواقع، يجيب مدرب كويس يقدر ينجح معاه، حتى لو مش اسم تقيل زي اللي في أوروبا، لأن في الآخر اللي بيفرق مش الاسم، لكن الشغل اللي بيتعمل جوه الملعب.